اللي هتسمعه دلوقتي حصل بجد، واللي يدخل الغرفة عمره ما بيخرج زي ما دخل. مستعد تسمع الحكاية؟ بيقولوا إن التحف القديمة هي اللي بتحكي تاريخ أصحابها، بس في أنتيكاتي الألفي التاريخ ما كانش بيتحكي، ده كان بيصرخ من ورا طبقات النحاس والبرونز. أنا ياسين، مرمم تحف. النهاردة أحكي لكم عن الليلة اللي عرفت فيها إن أغلى قطعة في الجاليري ما كانتش مجرد تمثال صب فنان، دي كانت جسم إنسان حقيقي لسه أنفاسه محبوسة جوه سجن من البرونز البارد. استعدوا عشان اللي هتشوفوه في الغرفة النهاردة هيخليكوا تخافوا وتلمسوا أي تمثال في حياتكم. أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة، المكان اللي بنعيش فيه كل يوم قصة جديدة مليانة رعب وغموض وإثارة. فزي ما تعودنا، افصل نفسك عن أي حاجة حواليك وحضر سماعاتك واستعد، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، دي تجربة رعب هتعيشها بكل تفاصيلها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. وسط البلد ليها سحر غريب، مبانيها القديمة بتحس إنها مخبية أسرار مش مسموح لحد يعرفها. أنا كنت لسه طالب وبدرس آثار ومحتاج أي شغلانة أصرف بيها على نفسي، ولما لقيت إعلان مطلوب مرمم تحف في جاليري الألفي قلت دي لقطة. المحل كان في ممر ضيق وبابه خشب أبانوس تقيل، ومن ورا الإزاز بتاعه هتلمح قطع فنية بترجع لآلاف السنين. السلام عليكم، أنا ياسين اللي اتصلت بخصوص الإعلان. أهلا يا ياسين، اتفضل. أنا منصور الألفي. المكان هنا مش مجرد محل تجارة، ده متحف خاص، وكل حتة هنا ليها معاملة خاصة. انت ايدك بتعرف تتعامل مع البرونز؟ أيوة يا فندم، اشتغلت في ورش المتاحف وعندي خبرة في ترميم المعادن. جميل، أنا هخصص لك أوضة فوق المحل، السكن عليا، والشغل هنا بالليل عشان الدوشة. بس عندي شرط واحد، التمثال اللي في نص الصالة ده ممنوع تقرب منه بأي آلة حادة، ده بيتنظف بالقطن والزيت بس، ده روح المكان. عدى أول أسبوع والشغل كان ماشي زي الفل، بس التمثال ده كان عامل لي حالة قلق. تمثال لواحدة ست واقفة وساندة ايدها على وسطها وبتبص للسما بوجع، كأنها بتدعي أو بتصرخ بس من غير صوت. كان معمول من برونز تقيل، بس التفاصيل بتاعته كانت مرعبة، مسام الجلد والعروق النافرة في الإيد وحتى رموش العين كانت باينة وكأنها شعر حقيقي مش معدن. في الوقت ده الساعة كانت داخلة على 1 بالليل، والجو كان هوس وصوت المطر وهو بيخبط في الإزاز كان بيعمل نغمة توتر. كنت قاعد في أوضتي فوق والترابيزة قدامي عليها أدواتي، بس ما كنتش عارف أشتغل. في ريحة بدأت تظهر في المكان، ريحة زفارة كده، معدن مخلط بريحة فورمالين، حاجة ريحتها غريبة. قمت وفتحت الشباك، بس الريحة كانت جاية من جوه البيت من تحت. قمت ونزلت عشان أشوف الريحة دي مصدرها إيه أو جاية منين. وما نزلت تحت شغلت كشاف الموبايل وقعدت أبص يمين وشمال. التماثيل واللوحات في الضلمة كانت عاملة زي خيالات بشر حقيقيين مستنين اللحظة اللي ألف فيها ظهري عشان يهجموا عليا. وصلت لنص الصالة ووقفت مكاني.
قلبي اتنفض لدرجة إني سمعت دقاته في وداني. مستحيل، أنا لسه منظف المكان ده بإيدي. وقبل ما أطلع، التمثال البرونزي الكبير، الست اللي كانت باصة للسما وبتصرخ بوجع، أنا متأكد و1,000,000% إن راسها كانت مرفوعة لفوق وعينيها باصة للسقف. دلوقتي الراس كانت مايلة بزاوية حد، وعينيها البرونز الباردة كانت باصة بدقة ناحية السلم اللي أنا نازل منه، كأنها كانت بتراقبني وأنا نازل على السلم. مين هنا؟ أستاذ منصور؟ اهدى يا ياسين، اهدى يا ابني. الظلام ليه أحكام، والعين دايما بتشوف اللي العقل خايف منه. انت باين عليك ما نمتش كويس من ساعة ما جيت. يا أستاذ منصور، بص للتمثال كده، أنا مش مجنون. الراس بتاعته اتحركت. إزاي اتحركت أنا مش عارف. ده معدن صب، إزاي وضعيتها تتغير من غير ما حد يلمسها؟ البرونز يا ياسين مش مجرد معدن، ده ذاكرة. المعدن ده بيمتص طاقة المكان، ومع شوية رطوبة وتغيير في درجات الحرارة الجزيئات بتاعته بتتحرك. ده كلام علمي. وبعدين التمثال ده معمول بعبقرية. الزوايا بتاعته بتخليك تحس إنه بيراقبك من أي مكان في الأوضة. دي خدعة بصرية المصمم عملها عشان يخلد الوجع اللي في الصورة. خدعة بصرية؟ بس أنا حاسس إنها بتتنفس. يا أستاذ منصور، أنا شميت ريحة صديد. ياسين، انت هتبدأ تخرف. الريحة دي مواد كيماوية من اللي في ورشتك فوق. اطلع نام، ومن بكرة هتاخد أجازة يومين. باين إن الشغل في أنتيكات الألفي بدأ ياكل دماغك. في اليوم ده ما نمتش ولا ثانية. فضلت قاعد في أوضتي وباصص للسقف ومستني الشمس تطلع. وأول ما منصور خرج وسمعت صوت قفلة الباب، نزلت الجاليري وأنا مقرر إني مش هخرج منه إلا وأنا فاهم فيه إيه. بدأت أتجنب التمثال الكبير، مكنتش عايز عينه تيجي في عيني. دخلت الورشة الصغيرة اللي ورا الصالة، وكان فيه نص تمثال لشاب ملامحه حزينة جدا. منصور قال لي إنه محتاج تلميع عشان هيتباع في مزاد الأسبوع الجاي. وأنا شغال بالمبرد اليدوي عند القعدة بتاعت التمثال، حسيت بفراغ جوه المعدة. صوت المبرد ما كانش بيرن زي ما بيرن في المعدن الصب. يعني التمثال ده مجوف، بس ليه وزنه تقيل كده؟ ده وزنه تقيل جدا. بدأت أفك المسامير اللي في القعدة بتاعت التمثال، وفجأة قعدة التمثال اتفكت، ووقع منها كيس قماش، كيس قديم وعليه تراب السنين. فتحت الكيس وإيدي كان بتترعش، وأول ما فتحت الكيس وقع منها ساعة قديمة جدا، والمينا بتاعتها كانت مكسورة، وعقاربها كانت واقفة عند الساعة 5:12. وأنا بقلب في الساعة اتفاجئت إن في صورة قديمة متطبقة ومحطوطة جوه الساعة. ولما خدت الصورة وفتحتها لقيتها صورة لبنت شابة، شعرها اسود طويل، وعينيها فيها لمعة حياة وصحة، بس ملامحها كانت صورة طبق الأصل من التمثال البرونزي اللي كان موجود في الصالة بره. بس الغريبة ما كانتش في الصورة، الغريبة كانت في الدم. ده مش صدى، ده دم بشري ناشف ومحفور جوه تروس الساعة، ومكتوب في ظهر الساعة بخط محفور بالإيد: نادين ابنتي الغالية، الجمال لا يموت ولكن يحفظ، 1985. نادين الألفي
يعني دي بنته. بس منصور قال لي إن بنته ماتت في حادثة في فرنسا وهي عندها 20 سنة. طب الساعة دي بتعمل إيه هنا؟ وليه مستخبية جوه تمثال؟ الموضوع كبر في دماغي وقلت لازم أعرف قصتها إيه. بدأت أدور في مكتب منصور على أي حاجة أعرف منها قصة البنت دي إيه. وأنا بدور لقيت ألبوم صور قديم كان محطوط ورا كتب التاريخ. خدته وفتحته، وساعتها شفت الكارثة. شفت صور لنادين وهي بتكبر، وصور لمنصور وهو شاب. كان واقف جنب فرن بتاع تسييح البرونز في ورشة قديمة. وفي آخر الألبوم شفت صورة مرسومة بالرصاص لنادين وهي نايمة، وجنبها جملة مكتوبة بخط إيد. والجملة دي كانت بتقول: لقد حان الوقت يا نادين، ستكونين أول قطعة في مجموعتي الخالدة. البرونز سيحميك من الدود والتراب. إيه ده؟ أنت ما كنتش بتنحت يا منصور، أنت كنت بتكفن. أنت صبيت البرونز عليها وهي نايمة أو وهي صاحية. قلبي وقع في رجلي. ما كانش قدامي غير ثواني عشان أرجع كل حاجة مكانها. قلت لك يا ياسين، الفضول هو اللي بيقتل الجمال. انت ليه دايما عايز تفسد اللحظة؟ يا أستاذ منصور، هو إيه اللي بيحصل هنا؟ فين نادين بنتك؟ والتماثيل دي معمولة إزاي؟ نادين ما ماتتش يا ياسين. نادين موجودة في الصالة فوق. جمالها ما بيكبرش وما بيتبلش. البشر كائنات مقرفة، بيموتوا ويعجزوا وريحتهم بتعفن، لكن الفن بيفضل خالد. أنا ما بقتلهمش يا ياسين، أنا بخلدهم. أنا بصب عليهم البرونز المنصهر وهم في قمة جمالهم عشان يفضلوا كده للأبد. أنت مجنون؟ أنت بتقتلهم علشان تعمل تماثيل؟ انت عارف يا ياسين، انت ملامحك فيها مسحة حزن عبقرية. لو صبينا عليك البرونز وانت بالمنظر ده هتبقى قطعة فنية مفيش زيها في العالم. نادين محتاجة ونيس في الجاليري، وانت هتكون الونيس ده. بعدها منصور هجم عليا زي المجنون. في الوقت ده ضربته في صدره وجريت ناحية الفرن. كان لازم أعمل أي حاجة قبل ما يحقني بالمادة اللي في إيده. مسكت جردل فيه مادة تنظيف كيميائية وحدفته في وش الفرن. النار هبت في ثانية في وش منصور والدخان مال المكان. منصور واقع في الأرض وهو بيحاول يمسك عينه، وأنا جريت على السلم. بس قبل ما أطلع لمحت التمثال الصغير اللي لقيت فيه الساعة. كان بيقع من على الرف، ولما اتكسر في الأرض شفت جوه الكسر عظم بشري. عظم بشري حقيقي متغطي بطبقة رقيقة من البرونز. وصلت لباب المحل وكنت بفتح الباب وإيدي بتترعش. ولما بصيت ورايا لآخر مرة شفت أبشع منظر ممكن إنسان يتخيله. النار وصلت للتمثال بتاع الست اللي في وسط الصالة. البرونز كان بدأ يسيح، ومع كل طبقة بتنزل كان بيبان وش حقيقي. وش حقيقي تحتها، وكان وش نادين اللي فضل محبوس سنين. ملامحها ما كانتش حزينة، دي كانت بتضحك وسط النار. رميت نفسي بسرعة في الشارع وسط زحمة الناس.
اللي ما كانتش حاسة باللي بيحصل جوه السلخانة دي. الناس اتلمت والمطافي جت، والجاليري اتحول لرماد في دقايق. النار كلت كل حاجة. عدى شهر والمحضر اتقفل ماس كهربائي، ومنصور الألفي ملاقوش ليه أي أثر ولا حتى جثة متفحمة. حاولت أنسى، بس كل ما بمشي في شارع وأشوف تمثال قلبي بيقف. والنهاردة وصلتني كرتونة قدام شقتي، ما كانش عليها اسم الراسم. جوه الكرتونة لقيت الساعة الدهب بتاعت نادين، الساعة اللي كانت ضاعت مني وسط الحريق. بس الساعة كانت شغالة وصوت تكاتها كان عالي جدا. قلبتها وشفت ظهرها، بس لقيت الرسالة اللي كانت محفورة عليها اتغيرت، وبقى مكتوب عليها: ياسين، الجمال لا ينتهي بالحريق بل يبدأ من جديد. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.